هو ليه محمد صلاح وصل اللي هو فيه دلوقتي وميدو ما وصلش؟ البوست دوت قريته على الفيسبوك وعجبني جدا. احمد حسام ميدو في برنامج على التلفزيون، المذيع بيساله ايه الفرق بينك وبين محمد صلاح؟ رد عليه ميدو بشكل مباشر وقال له محمد صلاح عقليته افضل مني او شخصيته في العموم. بيقول انا كنت متدلع قوي وما بسمعش كلام حد ومتقلب المزاج، ورغم ان كان معايا افضل مدربين في الدنيا لكن كنت باخد القرارات من دماغي، وده خلاني اخد قرارات غلط كتير. كنت بغيب عن النادي شهر كامل وانا عندي 14 سنه وارجع العب الماتش النهائي وكأن مفيش حاجه حصلت. لكن محمد صلاح اتطور بسرعه، ورغم انه قعد سنه كامله احتياطي في تشيلسي لكنه اتعامل مع الموضوع بهدوء وكان رد فعله جيد جدا. ميدو كان ممكن يبقى واحد من اعظم اللعيبه في العالم بامكانيات وقدرات جسمانيه اعلى بكتير من محمد صلاح، زي القوه والطول 188 سم. والبوست هنا بيشير لموضوع مهم جدا بصرف النظر عن انها كوره، لكننا بناخد العبره والحكمه، هي التدليل المفسد والحاله المزاجيه المتقلبه، الرعونه ووحده الطبع اللي هي عكس المرونه. كل الحاجات دي ممكن يدمروا اكتر المواهب تألقا. ميدو كان في يوم من الايام اغلى لاعب عربي في اوروبا، وفي اقل من 3 سنين عرض نفسه مقابل يورو واحد لكنه ما لقاش ولا نادي يضمه، فرجع لمصر واعتزل قبل ما يكمل 30 سنه. لكن لو بصينا لمحمد صلاح، محمد صلاح من بيسون، بلد ارياف جنب طنطا. ظروفه الماديه كانت متواضعه بعكس ميدو، لكن والده كان بيجيبه 5 ايام في الاسبوع للقاهره. تخيلوا المسافه من طنطا للقاهره 5 ايام في الاسبوع، شيء مرهق جدا علشان يتدرب مع المقاولين العرب بصبر وجلد وتحمل لكل الظروف الشاقه. الاب مرضاش يكسر بخاطر ابنه وكان مؤمن بموهبته، وفضل في الكفاح ده طول سنين مراهقته لحد ما محمد صلاح اثبت نفسه. علشان كده التنشئه الشاقه او الجد واللي يقدر يتحملها البشر بصبر وسعه صدر تخلق افضل ما فيهم من استقرار ورضا وصبر وحب للنجاح وبطوله حقيقيه. علشان كده بنقول ربوا ولادكم على كده، ربوهم على التحمل والجلد والصبر والمثابره والطموح. مش كل شيء يطلبوه يلاقوه رهن اشارتهم، ما تخليهمش يركنوا للراحه ولا للكسل من وهم صغيرين. عودوهم على الشقة والكفاح من نعومة أظافرهم، علشان بكرة مش هتعرفوا تلوموا حد غير نفسكم. واشوفكم في فيديو تاني.